ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا النهارده يوم الجمعه، الجمعه مباركه علينا وعليكم ان شاء الله. و... ونبدا اليوم كده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا مش مركزه لان انا سجلت على الفيديو ده مره قبل كده، وطلع في الاخر بعد ما خلصت الفيديو خالص طلع ان انا اصلا مش مسجله عليه. فطبعا فطرنا النهارده الجمعه، فطار بسيط كده وسريع، ونعمل كوبايتين قهوة وسندوتشين كده على السريع، ونفطر سوا ونفطر سوا وبعدين بقى ايه ندخل على الغدا على طول. بس نفطر طبعا النهاردة جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. وحاسة ان انا بقول الكلام مرتين لان انا سجلت مرة قبل كده، فحاسة ان انا بتكلم مرتين. وطبعا بقى نعمل كوبايتين قهوة بسرعة، ونعمل سندوتشين كده فطار سريع، ونبدأ في الفيديو بتاعنا على طول ان شاء الله. تعالوا اشربوا معايا القهوة بقى. طبعا انا عارفة اللي بيسمعوني دلوقتي قرايبي وصحابي، فتعالوا اشربوا معايا القهوة. فطار سريع اهو، السيد بيصبح عليكم اهو. طبعا بقى بدأنا في الغدا على طول. يا دوبنا بقى ايه فطرنا على طول، قمت اجهز الغدا لان طبعا انا صاحيه متاخر، صاحيه يعني بعد الجمعه. جوزي صحي نزل صلى الجمعه هو وابني ورجعوا بقى صحيت. كنت طبعا كان يزن. طبعا انتوا عارفين الاطفال طول الليل بقى كل شويه يصحوا يناموا يصحوا، فبيبقى النوم متقاطع. وبعدين اصلا انا كنت سهرانه، كانت اختي بايته عندي وكنا سهرانين نايمين بعد الفجر. فبقى اللهم ذكرني يا رب. فنمنا متأخر وصحيت متأخر. بس طبعا كنت جايبة الحاجة وعارفة انا هعمل ايه من بالليل، ومطلعة الدكر دوت من بالليل. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. طبعا النهاردة الموسم بتاع شعبان، ف طبعا بقى هنغسل الدكر دي تالت مرة يتغسل. بس بقول لكم دي معلومة انا عارفاها ومتأكدة منها، ان الطيور لما بتتغسل كتير بتتزفر. يعني اول مرة غسلته هو بس تحت المية كده، شلت الزوايد اللي فيه ريشة زيادة. مثلا ساعات بيبقوا سايبين فيها الفشة، الكلام دوت بيبقى تغسلها من بطنها كده حلو وبصراحة هو اللي منضفها لي ماما، ربنا يديها الصحة والعافية. فهي كانت غسلها لي كويس ومنضفها لي كويس، بس انا بحب اعيد عليها. و... ورحت بعدها غسلتها كده تحت المية، بس شلت الزوايد اللي فيها، وبعد كده رحت لفها بملح بس. وبعد كده شطفتها من الملح، ودلوقتي اهو لفتها تاني بملح وليمون. دلوقتي بقى الكرنبايه اهي هنشيل الزوايد اللي فيها. وقولوا لي بقى انا اتضحك عليا في الكرنبايه دي ولا لا؟ عشان في بيقولوا لي الكرنب رخيص وفي بيقولوا لي لا حلو. فقولوا لي بقى الكرنبايه دي انا جبتها ب25 جنيه، قولوا عليا شاطره ولا خايبه؟ شوفوا كده. المهم دلوقتي نشيل الزوايد اللي فيها، الورق الزياده دوت. طبعا مش في حاجه بتترمي، الورق الزياده دوت دلوقتي نديه لجيراننا يحطوه للطيور اللي عندهم. وطبعا بقى بشيل بس اللي هما الكام ورقه اللي على الوش دول، ونقورها كده وتتسلق زي ما هي. عاملين ايه؟ مش تنسوني في الكومنتات واللايكات، وتعملوا مشاركة عشان كل اصحابنا وكل قرايبنا وكل الناس يشوفوا الفيديو بتاعي. طبعا صحابي وقرايبي اللي عندي هم دول اللي هيعلوني، فما تنسونيش. اشوف بقى انا غلاوتي عندكم عاملة ازاي، و... وتقولوا لي بقى كل حاجة حلوة في الكومنتات. طبعا اللهم صل على النبي. لو في اي حاجة في الفيديو انا مش واخدة بالي منها، انتوا عين التانية، فانتوا المفروض ان انتوا تقولوا لي ايه اللي مش عاجبكم عشان اخد بالي منه، او الحاجة اللي يعني انا مش واخدة بالي منها حاجة وحشة ومش واخدة بالي منها. دلوقتي طبعا بنسلق الكرنب. الكرنب دوت ما بياخدش وقت، يا دوبك تحطيه تعدي 5 على ايديكي وتطلعيه على طول، لانك هتطلعيه كله على بعضه
وهو سخن، فهي برضه هيستوي تاني، فمش تخليه ياخد وقت كتير. هو بس الاخضر دوت اللي بياخد وقت شويه عشان بيبقى ناشف كده. دلوقتي الحله التانية دي حطيت فيها زيت علشان خاطر نعمل فيه التسبيكه بتاعه المحشي، والحله اللي فيها الكرنب دي حطيت فيها بس حبه ملح وحبه كمون. بس على فكرة الكمون دي انا بقى يعني كنت بحطها، بس مش مقتنعة بيها لان برضو بيعمل انتفاخ، ممكن يكون بيقلل الغازات وكده، بس حاسة ان هو عادي برضو هو. بس اصلا الكرنب في الشتاء حلو يعني. طلعنا الكرنب، شايفيني بتكلم في التليفون. طبعا دوت البصل، طبعا انتوا عارفين كل البصل اليومين دول عامل ازاي، ده اخر حاجة في الخزين بتاع البصل. فربنا يعيننا بقى على شهر رمضان بقى نشتري بصل لما نقول يا بس. بصل اصلا السنة دي كله باظ عند الناس كلها، فربنا يعين الناس على الايام الجاية ان شاء الله. هو رفيع، هو حلو بس رفيع، بس هو خلاص كده ما عادش فيه. كان عندي قفص مليان، ويعني عندي 3 قفاص، خلصت القفصين وداخله على التالت لقيته مفهوش يكمل كيسة 5 كيلو كده، مش يكملهم اصلا، مش يكمل 3 كيلو. فقلنا بقى نطلع الكبة، مش هعرف اقطعه على ايديا عشان صغير، فقلنا نطلع الكبة ونعمله. طبعا شفت في اول الفيديو جنبي كده على الحوض طبق طماطم كبير كده. بصوا الطماطم دي غير كمان في طماطم طماطم تانية طلعتها وحطها في التلاجة ناشفة، دول كانوا ب20 جنيه، كيسين طماطم ب20 جنيه. فانتوا بقى ايه، خليكوا كده شاطرين وانتي بتتسوقي بقى معاكي 10 جنيه، بقى معاكي 20 جنيه، هاتي بيهم طماطم وصلصيهم وحطهم في الفريزر. انا دلوقتي هعملهم كلهم، اللي هي الحمرة اللي كانت فيها هعملها كلها تسبيكة. اللي هعمله المحشي على قد ما هياخد، والباقي هحطه في كيس واحطه في الفريزر. فجاي علينا رمضان بقى، وانا طبعا معايا اطفال صغيرين، هصحى من النوم يا دوب هطلع الكيس يفك عقبال ما اروق الحته وكده يكون فك، ونعمل الاكل فطرنا على طول ان شاء الله. دلوقتي بقى هعمل الكمره بتاعه البطه، بصل، فلفل اسود، لا مش في كمون، بصل وفلفل اسود وملح ومكعبين ماجي. والله العظيم ما قادرة افرك الماجي جامدة بطريقة رهيبة. فنكمرها كده كمرة حلوة، وبعدين بقى نحط عليها الرز، وقلب قلب قلب قلب. وهي بقى لو في معلقتين سمنة بلدي بقى عندي، بس هسيحها لسه. ويحشي بقى، بس مش تحشيها على الاخر عشان يستوي الرز بتاعها من جوه ويبقى مفلفل كده وحلو. يعني ايه، خلاها كده مهوية او كده، يعني حطي ايديكي كده فيها من جوه تكون كده خلاص. بكتفها بالمعلقة، مش بحب حوار الخيط ده بصراحة، بالمعلقة كده وخلاص. واول ما بتستوي بتشيلي منها المعلقة وتحطها في الفرن تتحمر، مش بيبان عليها اي حاجة ولا بتنزل اي حاجة. دلوقتي طبعا بحشي الزور، بس مش هاخد راحتي فيه، فهجيب الصينية احط البطة عليها واحشيها. قولولي بقى انتوا مين وبتتابعوني ازاي، عرفتوا تدخلوا على قناتي ازاي، ومين اللي قالكوا عليا وكده و... وقولوا لي كلام حلو كتير في الكومنتات، وشجعوني كده عشان انزل كل يوم فيديو جديد. لا، ما انا مش واخده راحتي، فين الصينيه؟ هنجيب ايوه كده، جبنا الصينيه كده، وسعوا على نفسك وخلي كده الدنيا ايه تكون واسعه كده ومريحه. دلوقتي كبيت الميه بتاعه الكرنب، حطيت في الحله ميه تانية نضيفه، وحطيت فيها حبه من الكمره اللي انا كنت عاملاهم للبطه. وكده هنحط بقى الدكر،
ونحط بصلايه وبصلتين كده، نحط طبعا مش ننسى الرقبه والراس والرجلين والجناحات والحاجات دي، مش تنسوها. ونحط بقى طماطمايه وبصلتين وحبه فلفل اسود وبتاع دوت وورق لورا وحبهان. وعندك بقى ايه حاجات تانية من اللي انت بتحطيها دي حطوها، ولو في جزرايه برضو حطيها. كل الحاجات دي منكهات للشوربه، بتخلي الشوربه طعمها حلو. دلوقتي حطيت الورق اللورا، حطينا الحبهان، حطينا فلفل اسود. دلوقتي بقى بنغسل الصينيه علشان خاطر نعمل فيها ايه، مش نعمل فيها حاجه، هو خلصناها نغسلها. طبعا الكبدة والقرنصية دول انا مش حطيتهم في الشوربة، دول بقى ايه ليهم مصلحة تانية كده بنعملها. كبدة وقرنصية بتوع الفرخة، كبدة وقرنصية بتوع البطة، ايه بندبقهم حبة كده وفي عشوائية كده بسرعة نعملهم ونقلي جنبهم بطاطس وبتاع، بيقضوا الغرض على طول. نغسل بقى الرز حلو لحد ما المية المتعكرة ديت تروح وتبقى المية اللي عليه نضيفة. دلوقتي بقى الصلصة اهي، هحط عليها فلفل اسود وكمون وكزبرة وملح ومكعبين ماجي. هي هتبقى كتير طبعا على المحشي، فهناخد اللي هيقضينا. طبعا السيد لازم يحط التاتش بتاعه، ربنا يبارك لي فيه ويخلي لي يا رب. ادعوا له دعوة حلوة ان هو ربنا يهديه يا رب كده. طبعا كل اللي بيتابعني من ابو حماد، قولوا لي بقى بتتابعوني منين من ابو حماد. دلوقتي هعمل كمرة برضو للصلصة، حبيت فلفل اسود على البصلاية، فلفل اسود وكمون وكزبرة ومكعب ماجي وحبة بابريكا. هنا الرز وهنحط عليه الخضار شبت وبقدونس وكزبرة، وكتر الكزبرة في المحشي بيديكي طعم رهيب. طبعا الفيديو هيخلص اهو. ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت وتعملوا مشاركة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي هنزلها جديدة. انا هنزل لكم فيديوهات اليومين الجاية لحد ما ازهقكم، مش تزهقوا مني. وعايزة بقى عايزة بقى اللايكات بتاعتكم كتير وتعملوا مشاركة على الفيديو عشان كل الناس تشوفه. طبعا انا هكبر بيكم، وانتوا بقى يعني انتوا اللي تعلوني بقى. طبعا اللي بعلي العباد ربنا، بس انتوا برضو حبايبي. باي.